السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني اعملوا لايك للفيديو واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده يا حبايب قلبي معانا مكونات القرص. معانا دقيق 4 كيلو، ومعانا هنا 2 لبن، ومعانا هنا تقريبا نص كيلو سمنه، مع كوبايه زيت كبيره. معانا هنا كوبايه ميه فيها معلقه سكر، ومعانا هنا 3 خميره زي ما انتم شايفين، ومعانا هنا 2 فانيليا و3 بودر و2 محسن كيك. اعجن يا حبايب قلب القرص واوريكم الطريقه بتاعتنا. انا صورتها قبل كده على القناه، فقلت النهارده اعمل، قلت اصورها تاني برضو. هنزل بالخميره دهيت في قلب الميه مسكر زي ما انتم شايفين كده. السكر يا حبايب قلبي بيخلي الخميره تخمر بسرعه وترتفع وتبقى هشه وحلوه كده العجينه بتاعتنا. دايما وانت بتعجني القرص ما تضيفيش لبن كله، خلي فيه كده تقريبا نص لتر ميه معاكي او اقل من كوبايتين ماشي. معانا اسيا هي بتحط الفانيليا، نغطي عليها كده بشويه دقيق عشان الريحه بتاعتها ما تهربش من اسيا، عشان كل حاجه هنا بتهرب من اسيا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلب الدقيق اهوت. انا حطيت البيكنج باودر وحطيت محسن الكيك، حطيت 3 بيكنج باودر وحطيت محسن كيك 2. دلوقتي انا كان عندي سمسم اهوت متوفر عندي، فانت حابه حط مش حابه براحتك. فانا هحط كده مقدار 3 معالق سمسم اهوت. انا اول مره احط سمسم على القرص، دايما كنت بعملها من غير سمسم، بس قلت عشان متوفر عندي قلت احط عليها سمسم. زي ما انتم شايفين كده اسيا معانا في الخطه، وديت الخميره اهيت بدات تخمر اهي زي ما انتم شايفين. انا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا حطيت ميه دافيه الخميره، علشان كده بسم الله ما شاء الله فارت اهيت مع معلقه السكر. دايما السكر بيخلي الخميره بصراحه بتفور بسرعه او بتخمر بسرعه، فهي مش عشان متربيه هي في ناس بتعملها بدقيق او بتعجن بدقيق الخميره، لا انا حاطه لها ميه دافيه مع معلقه السكر زي ما انتم شايفين في اول الفيديو. استني يا اسيا. ليه يا ماما؟ استني بقى بنحط السمنه. حلوة سمنة قوية كتير. يلا يا زوز. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي السمنه اهيت يعني داخله على كيلو الا ربع بالزيت بكله. فانا هنزل كده هشيلك يا اسيا عشان سخن. زي ما انتم شايفين اهوت. ابدا بقى امسك العجينه بتاعتنا او الدقيق بتاعنا مع السمنه وافركه حلو قوي لما ما يبقاش فيه اي دقيق خالص. افرك الدقيق بقى يا حبايب قلبي وارجع لكم. اهم حاجه يا حبايب قلبي في القرص فرك السمنه كويس قوي مع الدقيق، علشان ما يبقاش فيه حاجه مكلكعه في القرصه وانتي بتخبزيها. وكده يا اسي كوبايه الزيت يا حبايب قلبي بتفرق مع القرص بتاعتنا. كوبايه الزيت بتدي لها ليونه وبتدي لها طريان شويه. صدى الصوت معايا اهوت، فما فهمتوش حاجه من صوتي تفهموا من صوتها هي. شايفين الخميره بقت شكلها عامل، شايفين الخميره بقت شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله هيت فوران بسم الله ما شاء الله رهيب. بس يا اسي طب بس استنى بقى يا جماعه، انزل كده يا حبايبي بالخميره اهيت بسم الله ما شاء الله. على ما نخبز القرص كده على طول نبططها هيكون اتعملت خمرت على طول. بس يا اسيا واحده معانا كده يا حبايب قلب اللبن اهوت. هنزل كده مع الخميره عشان تبقى عجنه واحده اهوت. بس يا اسيا حشي ايدك بقى. بس حشي ايدك وبعدين هقول. حشي ايدك علشان الميه عشان الخمير هو كده. هنزل كده يا حبايب قلبي بالجزء اللي باقي من اللبن كده على الدقيق، لان الدقيق ده واحنا بنشتريه الراجل قال لك بيشد،
بيشد يعني بيحتاج لبن كتير. كتير. هي بابا كتير صاحبتي. ايوه. أو. فوق. اكمل كده يا حبايب قلب العجن بتاع اكمل العجينه كده بتاعه القرص واخلصها خالص وارجع لكم كده يا حبايب قلبي. انا خلصت معاكم العجينه اهو. حبيت بس اوريكم في اخر شوط كده من العجين اللي انا لازم هسيبها كده تريح على ما الم الليله اللي هي مكان السمنه ومكان الخميره. بس انا حبيت اوريكم شكل العجينه اهيت وهي معجونه، ولا فيها كلاكيع ولا فيها اي حاجه. شايفين من ايد اسيا؟ انا يا جماعه غاسله ايدها وغاسله لها ايدها قبل ما تشتغل معايا، لان انا عارفه اسيا لما باجي اعمل اي حاجه لازم تحشر مع نفسها معايا، فدايما بكون محضرها للعمايل برضك، مش عشان هي حاطه ايدها يبقى احنا كده هنعك، لا. انا ما بحبش غير النظافه بصراحه، ودايما شكل الطفل او شكل العيل لازم يكون مقبول وشكله حلو ونضيف. فعشان كده انا مغسله لها حتى مشمره لها، عشان عارفه ان هي هتحشر نفسها معايا. فاحنا كده خلصنا عجينه اهوت. احط لها بقى كيسه مشمع على وشها عشان العجينه تريح على ما الم الحاجات دي كلها اللي انا كنت شغاله بيها. اسيبكم شويه وارجع لكم. هنشيل الصينيه يا حبايب قلبي اهوت من على العجينه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، العجينه هي وشها مشوه من اسيا، بس مش مشكله، بس هي الحمد لله فكت يعني وباين عليها الارتفاع، واسيا هي بتوريكم. اعملها بقى اقرصها كده كلاكيع صغيره كده، عشان انا هخبزها بقى لوحدي. ف كل شويه هعمل شويه صغيرين كده اكلكعهم واسيبهم يفكوا مع نفسهم وابطط التانيين كده يعني. اخلص بقى وارجع لكم تاني. وبعد كده الفلفل، وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي بكده القرص بتاعتنا خلصت اهيت، وكمان حلوه قوي مع الشاي زي ما انتم شايفين كده اهوت. القرص بسم الله ما شاء الله هشه وجميله اهيت. بالهنا والشفا، واستنونا في فيديو جديد مطبخ ام البنات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.